هروب ضريبي الى اخره حسب ما لا يثير من هذه الوثائق. لا نكذبها ولا نصدقها. لا تشتغل، ليس لها تقاعد. هديتها واحده، عطيتها، انا ما ربحتش فلوس، ما خديتش ارباح، غادي نقيم هذاك الشيء اللي عطيتها باي مبلغ بغيت. ولدك استاذ نجح في الامتحان؟ نعم، ولدك نجح في الامتحان؟ ولدي عنده 2 الاجازات، وعنده في موريال، لاباس عليه وخلص عليه وقرا في الخارج. السلام عليكم الاخوان، ومرحبا بكم في فيديو جديد. القناه اللي كتعطيكم الاخبار بطريقه مبسطه وكتفسرها وكتحللها بطريقه مفهومه باش يفهمها اي مواطن مغربي وغير مغربي. اليوم غادي نغوصوا في واحد الموضوع ساخن اللي هز المغرب هاد الايامات هذه، اتهامات خطيره ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من تسريبات حول التهرب الضريبي لجدل امتحان المحاماه وصولا لاتهامات بالتضييق على الصحافه والقضاء. اشنو القصه كامله؟ خليكم معنا وما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، وخلينا نبداو. في يوليو 2025 واحد الجروب جزائري اللي كيطلق على راسو او اللي كيسمي راسو الجبروت فجرها في السوشيال ميديا او الاعلام، واللي نشر واحد الوثيقه بينات ان عبد اللطيف وهبي وزير العدل نقل واحد الفيلا فاخره في حي السويسي بالرباط للزوجه ديالو ماجده كباب بمليون ديال الدرهم. وهذا الشيء اللي كيخلينا نستغربوا، اواه فيلا في الحي ديال السويسي بالرباط اللي هو ارقى حي تلقى فيلا تماك بمليون ديال الدرهم؟ غريبه شويه. واللي من بعد هذا الشيء هذا طلع واحد الخبر اولا واحد التسريب اللي كيبين القيمه الحقيقيه ديال هذه الفيلا هذه اللي هي 11 مليون ديال الدرهم، يعني انه ضعف ب10 المرات ديال الثمن اللي قال هوايا، يعني الفرق كبير بزاف. الوثيقه اللي قالت ان وهبي شرى فيلا في سنه 2020 بقرض بنكي وسددو 2024، ومن بعدها نقلها للزوجه ديالو كهبه او كهديه. وهذا الشيء اللي اثار شكوك كبيره حول التهرب الضريبي، لان القانون كيطالب بتصريح القيمه الحقيقيه ديال العقار. وهبي ما سكتش وخرج في حوار مع صحيفه اسبريس وقال ان الوثيقه صحيحه ولكن العمليه قانونيه 100%، واكد ان نقل الفيلا كان هبه او كهديه للزوجه ديالو من بعد 30 سنه ديال الزواج، وانه حر يقيم العقار كيف ما بغى هو مادام انه ما ربح فيها حتى شي حاجه. وزاد عليها انه مستعد لاي تفتيش ضريبي هروب ضريبي الى اخره حسب ما لا يثير من هذه الوثائق. لا نكذبها ولا نصدقها. عافاك، خليك صحفي صادق، لا تمرر خطاب معين التهرب الضريبي. تقصد انه ما نشر، اول ما نشر لم ينشر الملف كامل، لم ينشر المبلغ القسط الذي اديته بعد ذلك. ثانيا انا اهديت لزوجتي في اطار الكد والسعايه لا تشتغل، ليس لها تقاعد. هديتها واحده، عطيتها، انا ما ربحتش فلوس، ما خديتش ارباح، غادي نقيم هذاك الشيء اللي عطيتها باي مبلغ بغيت. ولكن بحسب الخبراء والقانونيين بحال المحامي عبد الرحمن الباقوري اللي قال لو كان عقد البيع عادي كان لازم يدفع ضريبه اللي كتوصل ل 400 مليون سنتيم. اواه ثمن كبير هذا. هذه القضيه هذه فتحت نقاش كبير، واش الوهبه اللي وهب لمرته كانت قانونيه ولا محاوله للتهرب الضريبي؟ هذا الجدل هذا ما كانش الاول بالنسبه لوهبي، بل رجعوا شويه للور. حتى في سنه 2023 الامتحان ديال الولوج لمهنه المحاماه اللي خلى ضجه كبيره ديال بصح، اللي نسبه النجاح فيه كانت غير 2% فقط. ولكن من بين هاد الناجحين هادو كان الابن ديال وهبي وابناء شخصيات سياسيه واحده اخرى. الشباب المحتجين تهموا وزير العدل بالنيبوتيه وبتزوير النتائج، ووهبي خرج بحد ذاته كيدافع على الابن ديالو. والمتقدمين نظموا وقفات احتجاجيه واضراب عن الطعام، ولكن القضيه ما شافتش تحقيق رسمي. ولدك استاذ نجح في الامتحان؟ نعم، ولدك نجح في الامتحان؟ ولدي عنده 2 الاجازات، وعنده في موريال، لاباس عليه وخلص عليه وقرا في الخارج. هذا الحديث هذا زاد من التوتر بين وهبي والشباب المغربي. وما نساوش ان اتهامات تضييق على الصحافه في سنه 2024، يعني وهبي مبلبلها ديال بصح مع الشباب المغربي، مع الصحافه ومع تهرب الضريبي. وهبي رفع دعوى قضائيه ضد الصحفي حميد مهداوي، واللي بالمناسبه درنا عليه فيديو غادي تلقاو الرابط ديالو في الوصف. حميد مهداوي المدير ديال موقع بديل انفو.
واللي اتهموا بتهمة التشهير من بعد فيديو كيتهموا فيه بالاحتيال. مهداوي تحكم عليه ب 18 شهر ديال السجن وغرامة 1.5 مليون ديال الدرهم. في سنة 2025 رفع دعوى أخرى ضد هشام العمراني مدير موقع أشكاي بتهمة الإهانة. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قالت أن هذه الدعوة تهديد لحرية الصحافة، لأن وهبي استعمل القانون الجنائي بدل قانون الصحافة اللي ما فيهش عقوبات سجنية. وزيد عليها اتهامات واحدة أخرى اتهم بها وهبي، وهي اتهامات بالمساس باستقلال القضاء. في سنة 2023 نادي القضاة في المغرب استنكر التصريحات ديالو في البرلمان، واللي قال في هذا التصريح هذا أنهم كيصدروا أحكام قاسية بزاف بحال 5 سنين ديال السجن بدل سنة واحدة. القضاة وصفوا الكلام ديالو تطاول على الهيبة ديالهم. في يوليو 2025 رجع التوتر بين تصريحات جديدة لوهبي، والقضاة قالوا أنه كيضرب في استقلال القضاء المضمون بالدستور. في هذه الحالة هذه كنشوفوا الناس مقسمة، شي كيقول أن وهبي ضحية ديال حملة سياسية، خاصة أن التسريبات جات من فريق جزائري اللي هو جروب الجباروت. وبالنسبة للناس اخرين اللي كيقولوا أن واش وزير العدل فوق القانون، خاصو حتى هو يتحاسب على هذا الشيء هذا اللي كيدير. واخرين دافعوا عليه وقالوا ان الاتهامات محاولة للتشويه ديال السمعة ديالو. والمعارضة بحال حزب العدالة والتنمية فيدرالية اليسار طالبوا بتحقيق شفاف واستقالة وهبي، بينما أغلبية الحكومية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار بقات ساكتة، ما قالت حتى شي حاجة وما علقت حتى شي حاجة بالنسبة لهذا الموضوع هذا. هذه القضية هذه معقدة بزاف لواحد الدرجة كبيرة. عبد اللطيف وهبي وزير العدل في عين العاصفة ديال بصح، التسريبات ديال جروب الجباروت من جهة، الجدل ديال امتحان المحاماة من جهة، والدعاوي ضد الصحافة من جهة، واتهامات بالتدخل في القضاء من جهة واحدة أخرى. واش هذه محاولة سياسية باش يطيحوه ولا فعلا مخالفات خاصها تحقيق؟ الشعب المغربي كيطالب بالشفافية والتحقيقات، هي اللي غادي توضح الحقيقة ديال بصح. دابا عطيونا الرأي ديالكم في الكومنتيرات، واش كتثيقوا في النزاهة ديال بوهبي ولا كتأكدوا بمطالب المحاسبة ديالو؟ خوتي هنا كنوصلوا للنهاية ديال الفيديو، نتمنى تكونوا تفهموا اش داير واش واقع في هذه البلبلة هذه. ما تنساوش ديروا لايك، تشاركوا في القناة، وتكتبوا لي اي حاجة ما فهميناش في الكومنتيرات. حاولوا تفاعلوا مع الفيديو وتنشروه للدراري صحابكم ولاي واحد كتعرفوه باش حتى هو يفهم اشنو واقع في المغرب. تهلاو في راسكم.